السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم. واضح إن الليلة النهاردة يعني كلها على الهند. استفزني خبر حفل زفاف وزواج ابن ملياردير هندي اسمه إمباني ولا بتاع. وكلفوا 100 مليون دولار. معرفش يعني كلفوا 100 مليون دولار بيعملوا فيه إيه. عازم كل ممثلين وكل الناس المشهورة في العالم والمغنيين المشهورين وبتاع، حتى بيل جيتس كان هناك بتاع مايكروسوفت، وزوكربيرج بتاع فيسبوك كان هناك. وكانت الليلة بقى ليلة 100 مليون دولار في حفل زواج. طبعا الناس هتسألني انت زعلان ليه؟ ده واحد يا عم عنده فلوس زي الرز. الراجل اللي عمل طبعا الفرح ده ابنه. الراجل ده أغنى راجل في آسيا، وعنده 112 مليار دولار من الشركات الغاز والاتصالات وكده. فالحمد لله ربنا فتحها عليه، فبيشبرق على ابنه ب 100 مليون دولار. طب احنا مالنا بالموضوع؟ يعني استفزني الخبر. اولا المبلغ مبالغ فيه قوي. اتنين، يعني لو كان ادى مثلا منهم 10 مليون دولار للفلسطينيين الغلابة، او مليون دولار، او قال مثلا انا هتبرع برضو بجزء، آه، كام مليون كده للغلابة الفلسطينيين اللي بيجوعوا، بدل ما يروح يصرف 100 مليون دولار على فرح 3 4 ايام وبعزق الفلوس. فالإنسانية مهما كانت من المحيط للخليج، من الشرق والغرب، والدنيا بقت صغيرة وبقت سمول فيليج وقرية صغيرة. يعني لو كنت يا عم أنباني ده ولا باني ده يا عم المهرجة، برعت لك ب5 مليون دولار كده، شوية فكة يعني للغلابة الفلسطينيين في غزة، كان يعني كنا هنزغرط لك أكتر بالنسبة لابنك وهنفرح لك أكتر. إنما حضرتك رايح تبعزق لي 100 مليون دولار على شوية ممثلين ومغنيين وشوية أكل وفشخرة كدابة. فدي يعني ده شيء يعني يزعلنا وشيء محبط. ويا ريت الناس اللي معاها المليارات دي تعرف تصرف فلوسها فين. آه، أي شيء إنساني في أي حتة في العالم عندنا هنا في القناة بنقف عنده وبنعمل هايلايت عليه وبنبرزه. وطبعا لما بيجي لنا خبر زي ده لازم يستفزني ويستفز ناس كتير. شبرق شوية يا عم بال100 مليون دولار، شبرق شوية على الغلابة بتوع غزة. أي هتقول لي إن هم مش هنود ومالهم ماله وبتاع؟ يعني الإنسانية دايما أقول ملهاش حدود. أعزائي المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا لحسن المتابعة.